الشركات الكبيرة الناجحة قايمة على التنظيم والتخطيط وإدارة السوق، ولازم بيكون ليها خطة عمل. والشركات بتفشل من إيه؟ بتفشل من سوء الإدارة. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه في موضوع العربية الهامكو. العربية الهامكو أحد الناس اللي هم حاجز العربية اتصل بيه موظف البنك وقال له تعالى خد فلوسك، لأن البنك شال العربية من على السيستم. طب بيعمل ايه الراجل ده؟ الراجل راح مكلمني انا. ازاي يكلمني انا؟ يعني هو ازاي الراجل يكلمني؟ المفروض مش انا اللي انا استقبل الشكوى دي كلها. ما احنا مش قاعدين بنرش ميه ومستنين بقى يلا يا شكاوي وكده. عشان كده تعالوا معانا نشوف الفيديو ده، ايه اللي حصل مع الراجل وايه اللي انا قلته له وايه الصح اللي المفروض يتعمل. صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزة مصر. تعالوا نتفرج على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. النهاردة الجمعة، اتصل عليا أحد الحاجزين للعربية الهامكو الجديدة. قال لي إن موظف البنك كلمه وقال له تعالى خد فلوسك. هو كان الراجل دافع مقدمة 250,000 جنيه. قال له تعالى خد فلوسك لأن البنك شال العربية من على السيستم. فالراجل كلمني، فأنا قلت له إزاي؟ يعني قلت له لا طبعا انت ما تاخدش فلوسك، انت تروح تكمل بقيه الفلوس. يعني ما تاخدش فلوسك، ممكن يكون ان هم قالوا لك كده على اساس ان هم ما البنك مش هيقسط العربيه، فانت لا اديهم بقيه الفلوس وقول لهم لا انا عايز اخد العربيه كاش. الفكره كلها ان احنا ازاي نعمل دعايه. اولا الراجل ازاي يكلمني انا؟ ده الراجل ما لقاش حد يكلمه. يعني هو طبعا حس ان انا لما انا بقى يعني دخلت في موضوع العربيات، لان لقيت ايه؟ لقيت بقى كل اي حد عايز يركب الموضوع العربيه، يعني عايز ايه؟ يشتغل عليها بالاونطه. طب انت تشتغل عليها يعني يبقى ايه؟ يبقى بدور كويس. يعني لازم تقوم بدور كويس. انت تشتغل عليها هتصور بس، تشتغل عليها تتكلم العربيه نازله كذا وكذا. الموضوع مش كده. الموضوع ازاي ان انا اخاف على فلوس الراجل ده؟ ازاي الراجل ده دافع 505 او دافع 460,000 جنيه او دافع 650,000 جنيه وبعدين واحنا نسيبيهم كده في الهوا؟ يكلم مين ويقول لي مين؟ ده هو مش لاقي الشركه. المشكله ان انا كمان كلمت الاستاذ اللي هو تواصل معايا في موضوع العربيه وكده، وقال لي احنا على يوم 15 بتبتدي تنزل العربيه ونسلم الناس وبعد كده نفتح باب الحجز وكده. انا كلمته مرتين ما ردش عليا. اذا كنت انت كلمتني انا وانت عارفني وما ردتش عليا، امال لما تكلم عميل اشترى عربيه يعمل ايه؟ العميل ده يقول ايه؟ العميل ده انت حضرتك لو شاري عربيه واتصلت بالشركه اللي انت واخدها منك ما فيش حد رد عليك او ردوا عليك باسلوب مش كويس، انت هتقول ايه؟ الشركه دي ايه؟ شركه مش كويسه. الشركات تملي الكبيره قايمه تملي على التنظيم والاداره، وبعدين انت عاملين دعايه والعربيه مش موجوده، عاملين حاطين عربيه عماله تمشي في الشارع والعربيه مش موجوده، خدتوا فلوس من الناس والعربيه مش موجوده. يعني انا لما دخلت في الموضوع دخلت قلت على اساس ايه؟ الموضوع ايه؟ يبقى ايه؟ من دافع نحافظ على الناس دي ونشوف ايه، يبقى انا ايه؟ متابع العمليه كده ونشوف الدنيا فيها ايه، ونشوف العربيه والله كويسه بنطلع نقول كويسه، وحشه بنطلع نقول وحشه. احنا ما يهمناش حد، ما ولا بيهمني شركه دي ولا هممني الشركه دي ولا هممني اي حد. انا يهمني الراجل اللي هيحط فلوس في العربيه، اللي الناس اللي بنت احلام على العربيه. فما يصحش كده يا جماعه. المفروض الموضوع ده يعني انا بتمنى انا اسف، انا بتمنى ان الناس اللي هو الراجل الوكيل الشركه يبتدي ان هو الموضوع يسرع شويه في عمليه تنظيم الاداره وحجز، ويبعت يبتدي ينزل تليفونات ويبتدي يتكلم ويبتدي يقول ان اي حد عنده مشكله في اي حاجه. التواصل فين؟ الكلام ده انا نفسي مش عارف. يعني حقيقي يعني موضوع صعب قوي. يعني ان الراجل يتكلم مع واحد بيقدم محتوى. انا ما انا اسف، يعني انا ماليش في اي حاجه. يعني احنا بنحاول نساعد الناس، بنحاول. فعشان كده انا اتمنى ان الموضوع يبقى ايه؟ يعني سريع شويه، عشان انا مش عايز اتكلم فيه كتير، لان انا ممكن يحصل لك انت نفس الموقف ده. ممكن يقول للناس تعالوا خدوا فلوسكم بعد ما قعدت شهر في البنك ولا حاجه. طب ما ميعاد التسليم ما سلموش العربيات في ميعادها. ايه المشكله؟ يعني هيحصل ايه؟ مين يقدر يحل ده؟ نروح لمين؟ ده اسئله لازم ان حد يجاوب عليها. يعني صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزة المصري.